لو عندك كوباية الفول السوداني دي وطبق التمر ده حضريهم وتعالى اقولك ازاي هنعمل منهم احلى شوكولاته. هاخد التمر ده على الفول ده واطحنه في الكبه واوريكم هنعمل ايه. ده شكل السوداني والتمر بعد ما طحنته في الكبه، شايفين شكله عامل ازاي. هشكله بقى يا اما مدور يا اما صوابع كده عامله زي صوابع كفته، على حسب ما انت عايزه بقى الشوكولاته. ممكن حاجات مدوره كده صغيره، حاجه زي كده. لو عايزه تصغرها شويه صغريها عادي، وممكن نعمل صوابع صغيره كده زي صوابع الكفته. طبعا انا مسيحه الشوكولاته، هنزل بقى الجو ده في الشوكولاته كده. هغلفها بالشوكولاته كده، وهركنها بقى في طبق لغايه ما تجمد. كده لغايه ما تجمد خالص، ولغايه ما تجمد هوريكم شكلها ان شاء الله. هتبقى معاكي احلى شوكولاته محشيه بالتمر والسوداني. هخلص اوريكم شكلها عامل ازاي. دي كميه الشوكولاته هي اللي طلعت من كوبايه فول سوداني وكوبايه تمر. شكلها جميل وحلوه، وهتبقى مناسبه جدا للاطفال اللي هم ما بيحبوش التمر، لانه مش هيحسوا بطعمه في قلب الشوكولاته. يبقى تجيبي كوبايه فول سوداني وكوبايه تمر وتطحنوهم في الكبه، وهتسيحي شوكولاته وهتشكلي العجينه بالشكل اللي انت عايزاه، يا اما صوابع يا اما كور، وهتسيبها تبرد شويه هتطلع معاكي بالشكل الجميل ده. اتمنى تكون الوصفه عجبتكم. لو عجبتكم ياريت تجربوها.